السلام عليكم. لو قررت في يوم من الأيام تعمل لك رحلة للفضاء تغير جو، تحديدا لكوكب بلوتو، تروح لوكالة ناسا تدق الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام، والله عندي شوية مشاكل واكتئاب، لو سمحتوا لفة إلى كوكب بلوتو. يقولوا لك لا، الموضوع صعب ومكلف ومحتاج تأهيل. ما تقلقوش، اربطوني على أقرب صاروخ وتوكلنا على الله. المهم بعد أخذ ورد اقتنعوا وفعلا طلعت الفضاء ورحت إلى كوكب بلوتو. بتشوف هناك هذا المنظر، عبارة عن سلسلة جبلية اسمها الإدريسي ماونتنز، جبال الإدريسي. أطلقت وكالة ناسا هذا الاسم على هذه الجبال في هذا الكوكب. الإدريسي من هو؟ محمد الإدريسي هذا عالم عربي مسلم توفي قبل أكثر من 800 عام، يعتبر من كبار الجغرافيين في التاريخ، بل من مؤسسي علم الجغرافيا الحديثة، كما كتب في الأدب والشعر زي ليت شعري أين قبري ضاع في الغربة عمري لم أدع للعين ما تشتاق في بر وبحر إلى آخر القصيدة. ودرس الفلسفة والطب والنجوم. استخدمت مصوراته وخرائطه في سائر كشوف عصر النهضة الأوروبية، لذلك تقديرا لجهوده العلمية تم تسمية المكان بهذا الاسم. طيب لو مثلا رفضت ناسا أنها تربطك على الصاروخ وشرحوا لك عن الضغط الجوي وأن الموضوع خطير وبتموت من هذا الكلام، مش مشكلة، خلاص روح لأكبر مكتبة في العالم اللي هي مكتبة الكونغرس الأمريكية، أقدم مؤسسة ثقافية فيدرالية في الولايات المتحدة. لو دخلت المكتبة ارفع راسك بتشوف القبة ومنحوت عليها 12 رسمة ترمز للحضارات التي ساهمت في رفع حاجز الجهل عن البشرية. بتلقى ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، مصر، الحضارة الفرعونية. المهم أنت بتقرأ بتلاحظ أن كلها أسماء دول ومناطق وحضارات وديانة واحدة فقط، ديانة واحدة منحوتة على القبة يعتقدون بأنها ساهمت في رفع الجهل عن البشرية. الإسلام هو الدين الوحيد الذي صنف كمصدر ساهم في بناء المعرفة والعلم والحضارة. فين؟ في أكبر مكتبة في العالم. في ناس ممكن تلقى صعوبة في تصديق المعلومة لأنه ترسخ في عقلها الباطن أن كل ما يمت للإسلام بصلة يعني دروشة، تخلف، جهل، تأخر، رجعية ومن هذا الكلام. في مقال على التلغراف البريطانية بعنوان عباقرة الإسلام المنسيون، يشار فيه إلى أنه على مدار 700 عام كانت اللغة العربية هي اللغة الدولية للعلوم والثقافة، وكما نتهافت اليوم لتعلم اللغة الإنجليزية كان العالم قديما يتهافت من أجل تعلم اللغة العربية. حتى أن جورج مقدسي يقتبس في كتابه نشأة الكليات من كتاب آخر لراهب مسيحي يدعى مزراب ألفارو أو ألفارو القرطبي، وهو راهب شهير عاصر الخلافة الإسلامية في الأندلس، يتأسف من الوضع الذي وصل إليه الشبان المسيحيون ويستهجن بكل بؤس وضعهم، فيقول إن الشباب المسيحي الذين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون أدبا ولا لغة إلا العربية، ذلك أنهم يقبلون على كتب العرب بنهم وشغف ويجمعون منها مكتبات ضخمة تكلفهم الأموال الطائلة ويتغنون في كل مكان بمدح المعارف والعلوم العربية. وعلى العكس من ذلك ما أن تذكر أمامهم الكتب المسيحية حتى يحتجوا بازدراء بأن مثل هذه الكتب ليست جديرة باهتمامهم. وأسفاه لقد نسي المسيحيون لغتهم. خيال صح؟ صعب نصدق ان حاجة زي هذه حصلت بالفعل. المؤرخ الامريكي مارك جراهام في كتابه How Islam Created the Modern World يقول كان الاوروبيون يجلسون عند اقدام المعلمين المسلمين على مدى 500 عام. لقد كان المسلمون يمثلون كل تلك الاشياء التي تنكرها الكتب المدرسية، من فنانون، شعراء، وفلاسفة، علماء رياضيات وكيميائيون وعلماء فلك وفيزيائيون. باختصار المسلمين كانوا متحضرين في وقت كانت أوروبا فيه تقريبا بربرية وهمجية. الحضارة الإسلامية كانت الأكبر في الحجم والتقدم التكنولوجي من أي حضارة أخرى رآها العالم على الإطلاق. كان هذا هو الوضع الطبيعي للحضارة الإسلامية. أول بابا فرنسي وأحد أكبر حكماء عصره سيلفستروس الثاني درس على يد المسلمين علم الفلك والعلوم الطبيعية والفلسفة والرياضيات، كما ينقل ذلك خوان دافيو في معجم البابوات. وعلى ذكر الرياضيات، في مصطلح علمي معروف بين الرياضيين اللي هو الإسلاميك ماثيماتكس، الرياضيات الإسلامية، وهو مصطلح يطلق على الرياضيات التي قام المسلمون بتطويرها بين القرن الثامن والثالث عشر، والتي تعد أساسا مهما جدا للعلم الحديث اليوم، كما يذكر الدكتور بهاسكر الراو في كتابه Achievements in Science. خلونا من الرياضيات نروح للصيدلة. الطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون يقول في كتابه يمكننا أن نقول بلا أدنى حرج أن علم الصيدلة اختراع عربي أصيل. والمقام يطول في ذكر إسهامات المسلمين في بقية العلوم. بعملية بحث بسيطة يمكن أن تطلع على الكثير منها. مايكل مورغان أستاذ العلوم السياسية في جامعة فرجينيا لم يكتفي بذكر ما قدمه المسلمون للعالم، بل قام بتأليف كتاب كامل باسم تاريخ ضائع. يقول بأحد صفحاته إن الحضارة الإسلامية ألقت ببذور عصر النهضة الأوروبي،
وأسهمت في ظهور الكثير من جوانب الحضارة الغربية والعالمية الحديثة، ولكن هذا التاريخ أصبح منسيا مع بداية القرن 21. تاريخ تم تجاهله وأسيء فهمه وأعيدت كتابته. الأمر وصل ببعض المفكرين الأوروبيين إلى تمني أن يغزو المسلمون بقية أوروبا ليخلصوها من ظلام العصور الوسطى وكهنوت الكنيسة وينشروا علومهم فيها. يقول جوزيف ميككيب، وهو أحد أعظم أبواق الفكر الحر في إنجلترا في القرن 19، إن عرب إسبانيا لو تجمعوا في أوروبا وبقوا فيها قرنين وأقاموا فيها مدينتهم كما فعلوا في إسبانيا، لكنا الآن متقدمين 5 قرون أكثر مما نحن عليه اليوم. الخلاصة: أنت مسلم، تاريخك مشرف، لا تستعر من تاريخك ولا تتملص من هويتك. لا تكن نكرة، أنت تنحدر من سلالة عظيمة شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء. الانهزام إذا ترسخ في ذهنك لن يفارقك أبدا، لأن المنهزم سيظل يبحث عن الإشكالات ويكون ضعيفا أمامها، ولن تنتهي إشكالاته بحل جزئية هنا أو هناك. ستحل مشكلة ثم ستتولد ثانية وثالثة ورابعة، لأن المحرك شغال لإبقائك محصور في دائرة الانهزام والضعف. والشعور بالدونية لن يبني التاريخ ولن يصنع لك مجدا، وجلدك لذاتك لن يبني علما. لا تستسلم أمام سلطة الثقافة الغالبة اليوم، ولا تنسى أنها تتلمذت على يد أسلافك في يوم من الأيام، وأن الفكر العربي المسلم كان هو الغالب والمهيمن إلى عهد قريب. خذ مثلا كدليل على سلطة الفكر العربي على العقل الأوروبي شهادة الدكتوراه التي منحتها كلية الآداب في جامعة كونسبرغ للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت عام 1755، كانت مزينة بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم كتقليد أكاديمي كان متبعا وقتها. هذا قبل كم؟ قبل أقل من 300 سنة. فلا تصدق قطاع الطرق هؤلاء الفرق اللي يحاولوا يزرعوا في رأسك فكرة أنه طالما وأنت مسلم فأنت متخلف وستظل متخلف ولن تقوم لك قائمة. حين طبق المسلمون دينهم كانوا أئمة في الدين والدنيا. قدم الإسلام على أيديهم أكبر وأطول حضارة في التاريخ، حضارة امتدت 1200 عام دون توقف أو انقطاع. الإسلام هو الدين الوحيد الذي أنشأ حضارة، بقية الأديان احتضنتها حضارات. ولكن وبعد هذا السرد هنالك سؤال مهم: هل إيماننا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشروط بتحقيق الرفاه البشري والتقدم الدنيوي؟ نؤمن به في السراء ونتنكر له في الضراء، أم أن هنالك بعدا آخر وغاية أكبر متجاوزة لكل هذا؟ أعني هل تحمل بلال بن رباح سياط أمية بن خلف في بطحاء مكة لأن النبي وعده بحياة مستقرة مرفهة سينعم فيها بنهضة علمية وحضارة سيسود بها المسلمون العالم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.